بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله في الفيديو هنتكلم في حاجة جديدة وحاجة من الحاجات المهمة جدًا وأنا شغال planning engineer. بنقول إن إحنا لازم نواكب التطور اللي بيحصل في الأدوات اللي موجودة في السوق حاليًا ونشوف إيه تطبيقها علينا في الشغل بتاعنا في الجداول الزمنية. إحنا النهارده إن شاء الله هنستعرض مثال كده إزاي أنا أستخدم الChatGPT في عمل الجدول الزمني، والهدف الأساسي اللي إحنا عايزين نوصل له هو getting a productivity rate of some of mechanical activities. هنقول مقدمة بسيطة، بعد كده ندخل على المثال بتاعنا ونشوف بالضبط إيه اللي إحنا هنعمله، بعد كده ندخل على طول على الChatGPT ونبدأ نتعامل عشان نطلّع المعلومات اللي إحنا عايزينها. بنقول كده كمقدمة بسيطة إن ما فيش حاجة اسمها إن أنا هاقول للبرنامج أو في tool معيّنة هاقول لها اعمل لي جدول زمني أو do project schedule هيطلّع لي على طول الجدول الزمني وأقدّمه. لأ، في الآخر إحنا بنتعامل مع tool من ضمن الtools اللي بتساعدنا إن إحنا أو تسهّل لنا شغل الجدول الزمني. فهو الAI أو الChatGPT في اللي إحنا هنستخدمه في الفيديو ده، هو مجرد أداة باستخدمها معايا عشان تسهّل لي الشغل، عشان تجيب لي الdata اللي أنا مش قادر أجيبها بدل ما أقعد وقت كتير إن أنا أجمّع data من الموقع أو إن أنا أجيب data من الناس اللي موجودة معايا، لأ، أنا عندي أداة ممكن أسألها تطلّع لي إجابة أو تختصر عليّا الطريق في حاجات كتير. فبنقول إن هو مش one click، يعني مش اعمل لي كذا فيطلّع لي على طول، لأ، هو في الآخر tool أنا باقول له اعمل لي كذا، بيدّيني منتج، بابدأ إن أنا أعمل تنقيح للمنتج بتاعي عشان أشوف إيه اللي ممكن أستخدمه في الشغل وأنا باعمل الجدول الزمني. في المثال اللي إحنا هنشتغل عليه أو الcase study بتاعتنا دلوقتي، إحنا هنقول للChatGPT إن أنا عندي مبنى معيّن عايزك تطلّع لي أو تقول لي list of activities اللي أنا ممكن أستخدمها. كمان هاقول له اعمل لي classification معيّن كده للactivities اللي عندي. وبعد كده هابدأ إن أنا أطلّع productivity rates واطلع شيت كده اكسل بمساعده الشات جي بي تي يقول لي البرودكتيفيتي ريت بتاعه الاعمال الام اي بي او اللي احنا هنركز عليها دلوقتي هي اعمال الاتش باك. اقول له طلع لي البرودكتيفيتي ريتس بتاعه الاعمال الاتش باك وايه هي المان باور او الكروز اللي انا محتاجها. يلا بقى ندخل على طول دلوقتي على الشات جي بي تي ونتعامل معاه ونشوف ازاي هنتعامل معاه. ده كده يا جماعة زي ما إحنا شايفين، يعني ممكن ناس كتير اتعرّفت أو اتعاملت مع برنامج الChatGPT ده كده. أنا أجريت الحوار بس بدأت الحوار وبعد كده نكمّل مع بعض الحوار. hello أنا عايز أعمل schedule. أنا شغّال إن أنا باقول له إن أنا باعمل schedule للconstruction بتاع building، فأنا عايز list للHVAC activities. فهو بدأ يجيب لي الHVAC الdesign بنعمل كذا، الpreconstruction، الinstallation، جاب لي كل الactivities بكل المراحل. باقول له لأ، أنا عايز بس الأعمال الinstallation، يعني أنا عشان أعمل installation للHVAC system إيه هي الactivities بتاعتي؟ فقال لي والله إن إحنا بنعمل duct، بعد كده بنركّب الequipment، مش بعد كده يعني، دي الليستة بتاعتي. واعمل البايبنج والفينس وفي الكتريكال كمان كونكشن. فانا قلت له لا، حطها لي ليست 1 2 3. فبدا يحطها لي في ليست 1 2 3. بعد كده قلت له لا، انا عايز الليسته دي في تيبل، يعني انا حط لي في جدول الكلام ده كله. فبدا يحط لي في جدول الكلام ده كله. فهو حاططها ايه، حاططها اكنها دبليو بي اس وتحتيه الاكتيفيتيز. قلت له لا، انا مش عايز تاسك وسب تاسك، انا عايز ايه، كلها تاسكات ورا بعضيها. فقام حاطط كل التاسكات ورا بعضها اللي هي الاكتيفيتيز بتاعتي. بعد كده قلت له، هو كان حاطط هنا في اكتيفيتيز بتاعه البي ام اس الوايرنج اللي هو اعمال الكهرباء. قلت له لا، انا مش عايز اعمال كهرباء، خلي لي بس اعمال الاتش فاك. فقام شايل اعمال الكهرباء ومخلي بس اعمال الاتش فاك. فكده يا جماعه دي اول حاجه في الاكسرسايز بتاعنا بتاع النهارده، ان انا اعمل ليست للاكتيفيتيز بتاعه الاتش فاك. وزي ما احنا شايفين هو تقريبا حاطط كل الاكتيفيتيز اللي انا بستخدمها في الاتش فاك. طيب انا هقول له بليز classify this list. وده الكلاسيفيكيشن اللي احنا هنعمله to first fix and final fix عشان ابدا ان انا افرق. وممكن يبقى ده الدبليو بي اس بتاعي اللي هو first fix وفاينل fix. طيب هيبدا على طول ان هو يبدا يعمل لي كلاسيفيكيشن. قام قايل لي الفيرست فيكس اهوت والفاينل فيكس اهو. قلت له لا، انا مش عايزها كده. I need to add column
لا أنا عايزها كلها تبقى في تيبل واحد، فعايز ياد كولم تو ذا تيبل. هنشوف هيقدر يفهمنا باللي احنا عايزينه ولا لأ. تمام تمام. انستول، لا هو عاملها برضو مش ده اللي احنا عايزينه. I need one table all activities with one column to classification. يعني يا ريت يفهمنا ويجيب اللي احنا عايزينه. ممتاز جدا يا جماعة. طيب هو زود لي عمود دلوقتي، يعني زي ما احنا شايفين هو حط لي هنا الاكتيفيتي انستول مين دوت، حط الديسكربشن بتاع الاكتيفيتي بتاعي، وده حاجه ممكن تفيدني. وبعد كده عامل كلاسيفيكيشن، ده الفيرست فيكس ده السكند فيكس. حط الفيرست فيكس كله في الاول، وبعد كده حط الايه، الفاينل فيكس بتاع الاكتيفيتي. هقول له مثلا combine the column. ممكن اكومباين او اديليت على طول يا جماعه، مش لازم كومباين، تبقى delete the column. انا عايز بس الاكتيفيتي نيم of description، لان انا عايز الاكتيفيتي نيم بس في ال بالكلاسيفيكيشن بتاعها. ممتاز. خلاص هو جاب لي كل الاكتيفيتيز يا جماعه بالديسكربشن. زي ما احنا شايفين دي الخطوات اللي احنا مشينا بيها اهوت، كلاسيفاي فيرست وسكند فيكس. اوكي 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 تمام. ده الفاينل برودكت اللي انا عايزه، ان انا عايز جدول كده فيه الاكتيفيتيز بتاعه الاتش باك، بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاعه بتاع الفيرست والفاينل فيكس. ابدا ان انا بقى عايز اشتغل على فكره البرودكتيفيتي ريت، فيبدا ان هو يشتغل لي ان هو يعمل لي البرودكتيفيتي ريت بتاعه الاكتيفيتيز. هقول له add column for productivity rate for all activities. بدأ إن هو خلاص يبدأ يحط لي الأكتيفيتي ريت بتاعة أو البرودكتيفيتي ريت بتاعة كل الأكتيفيتيز. زي ما احنا شايفين البرودكتيفيتي ريت يونت على الأور، بس أنا مش عارف إيه اليونت. هقول له add column for unit of measure، فيبدأ يقول لي absolutely تمام يا باشا. بدأ يحطها لي بالفيد، هو اليونت اللي هو استخدمها هي الفيد. أقول له need meter not read. زي ما احنا شايفين يا جماعة مش لازم اللغة سليمة أو حاجة، أنت في الآخر أنت عايز تقول له حاجة بس بسيطة كده عشان إيه يفهم الموضوع. فخلاص فاليونت اوف ميجر هنا 10. زي ما احنا شايفين بقى يا جماعة هو عمل لي البرودكتيفيتي ريت إن ده مثلا انستول مين دوت 10 يونت، يعني 10 متر على الساعة. عايز دلوقتي بقى أعرف الكرو اللي أنا هستخدمه. I need to know the crew for all activities. الكرو اللي انا هستخدمه عشان ابدا ان انا اخلص الكميات دي. فبدا ان هو كرو سايز 2 3 2 3. مش فاهم برضه يعني ايه 2 3 2 3 دي. طيب هقول له مثلا divide the crew to technician and helper. اقول له لا قسم لي بقى الكرو اللي انا عايزه ده، ما تقوليش 3 افراد وثلاثه والكلام ده كله. لا انا عايزك تقول لي كام تكنيشن وكام هيلبر يبدا يطلع لي الانتاجيه دي. فبدا يحط لي هنا وان تكنيشن. هنقراها بقى مع بعض كل الكلام ده يا جماعه. ممتاز جدا.
زي ما احنا شايفين اهوت يا جماعه، لو قلنا الاكتيفيتي ده انستول مين داكت ران الفيرست فيكس، البرودكتيفيتي بتاعتي هي 10، اليونت اوف ميجر يعني 10 متر، محتاج عشان انفذ البند ده اللي هو الانستول مين داكت، علشان انفذ 10 متر محتاج واحد تكنيشن وواحد هيلبر عندي. عايزه يديني مثال للحسابات اللي موجوده دي، اقول له مثلا can you give example for calculation and add this as column. تمام، هسيبه بقى يعيش مع نفسه كده. ممتاز جدا يا جماعة الشغل ده. طيب، بدأ بقى خلاص هو يشتغل بقى على الاكتيفيتيز كلها، كل الاكتيفيتيز اللي موجودة. حاجة عظيمة يعني. زي ما احنا شايفين يا جماعة، عمل هنا انستول مين داكت مثلا، قال لي المثال اللي موجود ان 10 في 1 زائد 1 في 2. طب انا مش فاهم ايه الكالكوليشن اللي هو عاملها دي. فهنقول مثلا، هنشوف هنا يا جماعه هو في الاستيميتد اورز، بيقول لي مثلا لو اشتغل الاورز بتاعته، يعني هو المثال اللي هو عامله لي ان هو لو اشتغل ساعتين هيديني انتاجيه 40 متر. هي دي الايه؟ هي دي الانتاجيه بتاعتي اللي انا هستخدمها. نبدا بقى يا جماعه اخر حاجه خلاص، بعد ما ظبطنا الجدول بتاعنا نبدا ان احنا ناخد التيبل ده كوبي كده، ونفتح شيت اكسل جديد. نفتح شيت اكسل هنا كده، ونقول كوبي، نعمل بيست كده اهوت، وطلع لنا الاكتيفيتيز بتاعتنا. دي الاكتيفيتيز اللي احنا هنستخدمها عندنا في الجدول. ده الكلاسيفيكيشن بتاعها، الفيرست والفاينل فيكس، ده البرودكتيفيتي ريت بتاعه الاكتيفيتيز اللي عندي، ودي اليونت اوف ميجر، ودي الكرو اللي انا هستخدمه. نبدا بقى اللي احنا نبدا نشتغل على دي الجدول الزمني بتاعنا، نبدا نحط الكميات ونظبط بقى المعادلات بتاعتنا ايه بعد ايه وايه قبل ايه، ونبدا ان احنا نشتغل على الجدول الزمني. وزي ما بنقول يا جماعه، دي خطوه من خطوات عمل الجدول الزمني. سهلت لي ايه؟ سهلت لي ان انا طلعت الليسته بتاعت الاكتيفيتيز، عملت لها كلاسيفيكيشن، عرفت ايه الفيرست فيكس وايه الفاينل فيكس، جبت البرودكتيفيتي ريتس بتاعت الاكتيفيتيز. خلاص بقى ايه؟ دلوقتي بقت كل حاجه معايا، نبدا ان احنا ندخل وندخل الريسورسز دي على الجدول الزمني. طبعا الموضوع يا جماعه احنا اتكلمنا في نقطه بسيطه جدا من استخدام الشات جي بي تي او الاي اي عموما، او الاي اي يعني في الجدول الزمني، ولكن طبعا الموضوع ممكن استخدمه بطرق كتير جدا وباساليب كتير جدا. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.